علماء التاريخ مقصرون، ومن درس السوريين التاريخ في كتب الدراسة عليه عتب كبير كبير، فهم لم يدرسون كل العصور التاريخية، عتموا على عصور لم نسمع بها لولا تفضل بعض المحطات الإعلامية في أيامنا هذه بأن أسمعتنا بها. هذا مراسل للجزيرة في حلب ينقل على الهواء مباشرة وفق ما يقول سيطرة لما سماه الجيش الحر على الحي الذي هو فيه، يتحدث عن سيطرة وإحكام قبضة وكأن المعركة قد بدأت أصلا. على أي حال، يمشي ويتجول وصولا إلى العلم المنصوب في الوسط، وفي اللحظة التي يصل فيها المراسل إلى العلم يبدأ درس التاريخ، وتبدأ الحصة بأن يعرفنا على دلالات الألوان في علم الانتداب الفرنسي المتخذ رمزا لحملة السلاح المحيطين به، فيتحدث عن اللون الأخضر فالأبيض، وفي الأبيض تحديدا نكتشف تقصير علماء ومدرسي التاريخ. هذا العلم، هذه اللون الأخضر يرمز إلى راية النبي عليه الصلاة والسلام، اللون الأبيض يرمز إلى بني أميمة، يرمز إلى بني أميمة، يرمز إلى بني أميمة، يرمز إلى بني أميمة. بني أميمة؟ عصر من العصور التاريخية الإسلامية فيما يبدو التي لم يدرسنا أحد إياها. على كل حال، فدرس التاريخ لم ينتهي هنا، فالمراسل يكمل الحديث عن دلالات العلم. هو اللون الأسود يرمز إلى بني العباس، أما هذه النجوم الحمراء فهي ترمز إلى دماء الشهداء، ولهذا كان هذا هو علم الاستقلال. المراسل قال إن النجمات الحمراء الثلاث ترمز إلى دماء الشهداء، لذلك تم اعتماد هذا العلم كرمز. طيب، قد يصح أن تكون النجمات الثلاث هن سبب اعتماد العلم رمزا، ولكن ما هي دلالة النجمات الصحيحة؟ بتاريخ 14 من أيار عام 1930 أصدر المفوض السامي لما كانت تسمى حينها بالجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان، أصدر قراراً يحمل الرقم 3111 ويقضي بوضع دستور دولة سورية. فجاء في المادة الرابعة من الباب الأول: يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى 3 ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على 3 كواكب حمراء ذات 5 أشعة ترمز إلى الدويلات الطائفية الثلاث التي شكلت سوريا بحسب تقسيم الاستعمار الفرنسي. نكرر: النجمات الثلاث ترمز إلى الدويلات الطائفية الثلاث التي شكلت سوريا بحسب تقسيم الاستعمار الفرنسي. وقد سمي العلم الذي ظل معتمدا حتى بعد الاستقلال بعلم الانتداب. لماذا؟ لأن الانتداب الفرنسي هو من صمم العلم وأخرجه ووضع رمزيته الطائفية. أما دم الشهداء إن كان يبحث له عن رمزية فهي موجودة في قمة العلم السوري، وهو الثلث الأعلى من علم الجمهورية العربية السورية. ولكن مع ذلك يبقى السؤال هنا: مين أميمة؟ اللون الأبيض يرمز إلى بني أميمة، يرمز إلى بني أميمة، يرمز إلى بني أميمة. الجيش السوري هو الذي أتى إلى حلب خصيصا من أجل أن يدمرها ويحرقها، ومن أجل أن يهجر أهلها. وما يسمى الجيش الحر هو الذي دخل إليها لكي يدافع عن أهلها وعن أعراضها. لابد أن يقتنع بهذه الفكرة من يتابع على مختلف المحطات الفضائية أن الجيش السوري يقصف حلب صباح مساء، وأنه هو الذي دخلها ليبيد أهلها، وأن الجيش السوري دخل هذه المحافظة المعروفة بتأييدها للدولة ليس بسبب وجود مسلحي ما يسمى الجيش الحر الذين افترشوا الحارات والشوارع والأزقة فأوقفوا الحياة وهجروا العباد، بل إن الجيش السوري هدفه هو قتل السوريين حتى المؤيدين للدولة منهم. الإعلام السوري
عندما تنزل كاميراته إلى الشوارع وتستطلع آراء الناس وتقدم ما يقولون، يقال إن كل من يتكلم منهم عن الجيش السوري بخير فإنه مجبر ومرغم ويتحدث تحت تهديد السلاح. فالجيش السوري يدخل حيا من الأحياء ليقتل أهله ويدمر بيوته، ومن يبقى منهم أحياء يجبرهم على أن يقولوا إن الجيش هو الذي يحميهم من الإرهاب. طيب، فما القول عندما ينجز تقرير إخباري على الBBC الناطقة باللغة العربية يتحدث عن عائلات سورية من أصل أرمني تركت مكان سكناها في حلب بسبب الظروف الحالية، فالتقاهم مراسل الBBC عند وصولهم المطار في العاصمة الأرمينية يريفان. ومع أن المراسل تحدث عن أن هناك تباينا في أقوال الواصلين، إلا أن كل رواياتهم كانت تصب في إطار واحد هو التالي: لا تصدقوا ما يقولونه لكم على التلفزيون، إنهم كذابون. الإرهابيون يستخدمون القوة ضد المدنيين والحكومة تطهر المنطقة منهم. كل الناس يعتقدون أننا نعيش تحت القصف، ولكن ذلك ليس صحيحا. هناك هجمات بالقنابل، ولكن الحكومة تحمينا ولا تطلق النار علينا. هذا الرجل وغيره غادر الأراضي السورية ووصل أرمينيا، فمن ذا الذي يجبره على قول ما قاله؟ أم أن الأمن السوري رافقهم في رحلتهم؟ أم أن مراسل الBBC هو من عناصر المخابرات السورية؟ يسأل مراقبون.